إلهام شاهين مربيان على الدين، ودايما كانت تقولي خد بالك من أفعالك، احنا اتعلمنا الدين كويس قوي. وده كان جزء بسيط من تصريحات مدير التصوير محمود شاهين عن عمته الفنانة إلهام شاهين، وإزاي ربتهم على الأخلاق والدين والقيم الفضيلة. محمود شاهين فتح قلبه لياسمين الخطيب في برنامج شاي بالياسمين، واتكلم عن اللي حصل في فرحه وليه كان بيشرب مشروبات من إياها قدام الكل وعامل بار ومش فارق مع حد، وكمان اتصرف مع مراته ازاي لما جابت له رقاصة هدية في عيد ميلاده. فتعالوا معايا اقول لكم اسرار تربية محمود شاهين على الاخلاق والدين على ايدين عمته الفنانة إلهام شاهين، وازاي رد على انتقادات الناس لتصرفاته. خلال الفترة الأخيرة صبح اسم محمود شاهين مدير التصوير وابن أخو الفنانة إلهام شاهين زي النار على العلم، وبقى راكب الترند بصورة ملفتة للنظر. شوية يطلع في إيده كوباية أصفرة ويشرب ويقربع في فرحه وما يهموش أي حد، وكمان يحضن إلهام صفي الدين على مزاجه. وشوية تانية مراته تحب تعمل له عيد ميلاد رايق وتروح تجيب له رقاصة هدية عشان يبقى مبسوط ومنشكح. وطبعا بسبب كل الحاجات الغريبة دي الناس كلها انتقدته على الفيسبوك، بس هو قرر بقى يطلع ويرد على كلامهم مع ياسمين الخطيب في برنامجها شاي بالياسمين. محمود شاهين خرج في برنامج شاي بالياسمين مع ياسمين الخطيب، ودافع كمان عن أخلاقه وتربيته الدينية الملتزمة على ايدين عمته الفنانة إلهام شاهين. قال كمان بالحرف الواحد أنا شخص عشوائي جدا، وإلهام شاهين دايما تقولي خد بالك من أفعالك، وإلهام عمرها ما هتقف في الغلط. احنا اتعلمنا الدين كويس قوي، واتعلمنا اننا نحترم اللي حوالينا، وعمر ما في حد منا عنده مشكلة مع حد، ولا حتى بنحكم على بني آدم لا ميوله بقى ولا دينه ولا حتى شكله. وده اللي اتربيت عليه من أمي وإلهام وأبويا كمان، احنا بنتربى على اننا نتقبل الغير. بعدها كمل محمود شاهين كلامه وأكد انه ما كانش عازم كل الناس دي اللي صوروه من غير ما يعرف، فقال إلهام شاهين انزعجت بعد الفرح. الفكرة مين الناس اللي دخلت وبتصورنا؟ كنا مبسوطين وكل اللي حوالينا أصحابي. فكرة بقى إننا فجأة الاقي ناس غريبة في الفرح ده اختراق للخصوصية. أما بقى عن حوار الكوباية الأصفرة اللي كان بيقربع منها وعامل دماغ سطلانة، وحوار البار المجاني للمعازيم، قال كان في الفرح أوبن بار هنكر ليه؟ إيه اللي يخليني أنكر شيء موجود في أفراحنا كلنا وموجود في أفراح صحابي وأفراح كل الناس؟ يمكن برضو في جزء كبير من صحابي عندهم كده، أو يمكن ده عشان الكوميونيتي بتاعتي. وبخصوص بقى الرقاصة اللي جابتها له مراته على سبيل الهدية، قال محمود شاهين مراتي جابت لي رقاصة وساحر في عيد ميلادي، وهي اللي جابت لي رقاصة في الفرح. هي عارفة إني بحب الرقاصات جدا وبحب أتفرج على الرقص بأنواعه. وفي الختام بقى تفتكروا هل إلهام شاهين ربت محمود ابن أختها بطريقة مميزة على الدين فعلا والأخلاق؟